صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة. مهما حصل، مهما كان، مهما كانت الظروف، إن شاء الله اللي جاي خير يا رب. عيد سعيد، عيد خلص على خير يا رب، وكل عام والجميع بخير يا رب. دلوقتي طبعا في أحداث كتيرة حصلت في العيد، بركبت الترند، بس أهمها بالنسبة لي التصريح بتاع إزازة المية ب 200 جنيه وسندوتش البرجر ب 385 جنيه. تصريح الفنانة ده، بصوا، أنا التصريح ده بالنسبة لي مستفز جدا. كامل احترامي للفنان، انا مش بتكلم عن شخصها، انا بتكلم عن التصريح. دلوقتي يعني اوريدي حضرتك عارفة ان الناس واخدة موقف، او اغلبية الناس اللي واخدة موقف من الساحل واسعار الساحل والاوفر برايس بتاع الساحل والترند بتاع الساحل. انت جاي بتحكي لهم على حاجة هم عندهم تخيل عنها ومش مهتمين بيها، وده حاجة مستفزة. انا يعني في ناس كتيره شايفه ان حضرتك بتركبي الترند، لان اكيد دي مش اول مره تروحي الساحل. اشمعنى المره دي اتكلمتي بعد ما ابتديتي تبقي مشهوره بعد المسلسل اللي حضرتك مثلتيه؟ وبعدين حضرتك بتقولي ده بتفضحي الناس دي قدام مين؟ ما هو لو قدام الناس اللي بتروح وتدفع هم قابلين وراضيين، وبالعكس ده بيشوفوا في ده فشخره، فمش هيفرق معاهم. والناس اللي حضرتك متارجتاهم بالتصريح ده هم اوريدي موجودين معاكي في دايرتك المغلقه، فممكن تعترضي معاهم مش ان بابليك يعني. فما هينوبنا غير حرق الدم الناس اللي بتتفرج على التصريح ده. يعني 60 70 80% من اللي بيتفرجوا على الفيسبوك اصلا معهمش 200 جنيه يجيبوا كيلو لحمه اساسا، فيعني انت بتستفزيهم زياده. فيعني انا التصريح ده بالنسبه لي بقى عامل زي، فاكرين زمان شخصيه مصطفى، الفنان مصطفى حسين، اللي هي عزيز بيه القليط، اللي كان بيقعد يشتكي مع الكحيت يقول له الخرطوش سعره بقى كام، والسيجار والكافيار والسموم فيمي. بالظبط، يعني ده عباره عن عزيز بيه القليط بيشتكي للكحيت. فالتصريح مستفز ومش مكانه ولا ليه لازمة. بل بالعكس، انا يعني مع الناس اللي بتقول ان ده ركوب ترند على الفاضي. ويعني يعني مش ناقصة. يعني هو الناس اصلا كارهة الساحل، يعني اغلبية الشعب كاره الساحل واللي بيحصل في الساحل، فانت كرهتيهم زيادة على الفاضي وحرقتي دمهم زيادة على الفاضي في الظروف الاقتصادية اللي الناس عايشاها. فيا ريت بعد كده لما نشير او ننتقد حاجة، ننتقد حاجة تخص أغلبية الناس اللي احنا بنوجه لهم الرسالة، لأن الفن رسالة في الأساس. يلا، كل سنة وانتم طيبين، وصباح السعادة.